هنجيب طاسة نحط فيها بيضة، نص كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من اللبن، معلقة صغيرة من الفانيليا، كوباية من الدقيق، ربع كوباية من الكاكاو الخام، رشة ملح، ومعلقة صغيرة مليانة كده من البيكنج باودر. هنقلبهم مع بعض كويس جدا ونمسح الجوانب كده ونتأكد انها نظيفة. هنخبط الطاسة خبطتين كده علشان نطلع اي هوا زيادة. هنغطيها ونحطها على النار على اقل عين عندكم، ولو عندكم شياطة الرز كمان حطوها بتبقى احسن. هتاخد معاكم من 25 دقيقة لنص ساعة وهتلاقوها استوت بالشكل ده. هتختبروها بقى، هتجيبوا خلة وفي النص تحطوها، لو طلعت معاكم نضيفة يبقى الكيك استوى معانا وبقى حلو قوي. والاحلى صوص شوكولاتة، نص كوباية من السكر على نص كوباية من اللبن على نص كوباية من الزيت وربع كوباية من الكاكاو الخام. هتضربوهم بالهاند بلندر او في الخلاط. هيتكون عندكم صوص تقيل شوية، هتخففوه باللبن لحد ما توصلوا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. والكيكة لسه دافية ما بردتش معايا، هنزل عليها بالصوص الخطير ده واوزعه كويس جدا. وبس كده وبكل سهولة بقى جاهز عندنا احلى كيك طاسة من غير فرن ولا خطوات كتير. ومش قادرة اقول لكم بقى طالعة طرية وهشة وبتدوب كده في البق، وصوص الشوكولاتة عليها خطير. اهم حاجة تستخدموا طاسة ما تكونش بتلزق، وتاني حاجة ان كل المكونات تبقى بدرجة حرارة الغرفة، يعني تطلعوا البيض واللبن من قبل ما تبدأوا بساعة تقريبا. مش قادرة اقول لكم قد ايه كانت هشة وطرية وطعمها خطير. جربوها، انا واثقة جدا انكم هتحبوها.